اهو يا جماعه اللي ايه كنت بسويه في الفرن اهو طلع تحفه اهون وجميل اهو. انا من عشاق اللي بيحبوه بصراحه في الفرن اهو. وده اللي احنا عملناه مع بعض على الطاسه اهو. عملناه مع بعض على الطاسه اهو. عملنا عشان اللي بيحب ياكله على الطاسه واللي بيحب ياكله في الفرن اهو يا جماعه. اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتيني من الفيديو اللي فات للنهارده. عاملين ايه النهارده بقى؟ هنعمل اكله خفيفه وبسيطه وجميله احنا بنحبها، كبار وصغيرين بنحب الحواوشي. يلا النهارده نعمل الحواوشي بطريقه سهله وجميله وعلى طريقتي بقى. ولا هنعمل البصل ني ولا اللحمه ني، طريقه جميله جدا جدا وخفيفه ومش هتعمل اي حموضه ولا تعمل اي ريحه ببصل ولا اي حاجه. يلا معانا ايه؟ معانا نص كيلو لحمه، ومعانا على النص كيلو خدنا 3 بصلات كبار. على الكيلو هنحط 6 بصلات او 5. انا عامله نص كيلو هحط عليه ايه 3 بصلات. بس انا بعملهم ازاي بقى يا حبايبي بقى؟ تعال يلا نشوف انا بعملها ازاي بطريقتي الخاصه. تعال هحط على البوتاجاز. حط حله على البوتاجاز. ايدي حله هنحطها على النار. حد هيقول لي بقى ايه يا بطوط، هو الحواوشي ما بنحطوش بنعمله كله ني في ني؟ انا بعمله كده وجربوه هيعجبكم جدا جدا جميل. انا ما بحبوش غير كده. معلقه سمنه كده بلدي، تسيح بس، ونحط عليها اللحمه، نص كيلو اللحمه اللي احنا متفقين عليه. اول ما نحط اللحمه على طول نقوم حاطين البصل اللي احنا عاملينه مع بعض اهو. مش بعمله كله مع بعضه ني في ني، انا ما بحبهوش كده. وجربوه وهيعجبكم ومش هتندموا. البصل مع اللحمه كده قلبهم مع بعض. مش هيستوي يا دوبك، اللحمه هتاخد لون بس، لونها هيتغير بس. ونروح هنا نجيب التوابل بتاعتنا. ادي التوابل بتاعتنا، ملح توابل حواوشي، وما ننساش الكمون والثوم والبصل البودر، وايه جوز الطيب وفلفل، وايه تاني جنزبيل. معلقه جنزبيل هتخلي الطعم في حته تانية خالص. مش هتندموا والله يا حبايبي، ما هتندموا على الطريقه دي، جميله جدا 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 وعن تجربه. واعملوها واكتبوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. ونقلب كده. احنا اتفقنا يا دوبك بس اللحمه لونها يتغير بس، مش بسويها، هي هتستوي في العيش اهو. ما تنسوش بقى يا جماعه بقى ايه تعملوا لنا اشتراك في القناه، تحطوا لنا اللايك كده وتدعمونا. وانا مش بزعل من اي كومنت، واي تعليق اي حاجه، بل بالعكس انا بتعلم منكم. بس صدقوني جربوا بس الحواوشي بالطريقه دي، مش هتبطلوا الطريقه العاده اللي انتوا بتعملوها وهتعملوها بطريقتي دي. طبعا احنا بنجيب اللحمه من عند الجزار بتبقى فيها ايه حته دهنه، انا جايباها معظمها كلها مليانه بيضه، مليانه دهون.
نشيل كده الحله من على النار خلاص زي ما اتفقنا، بس يا دوبك تاخد لون بس اهي. حتى في حته تاني ما خدتش لون، تاخد لون بس اهي. جميله جدا وريحتها تحفه تحفه تحفه. طبعا معلقه الجنزبيل مخلياها تجيب من الشارع اللي ورا. وبعدين بقى نجيب العيش نعبيه اهو، الرغيف اهو عادي خالص، ونعبيه. نعبي العيش بتاعنا اهو ونوزعه. اهو اهو كده عملنا اول رغيف معانا، وده التاني هيعجبكم جدا جدا. اهو ادي التاني، ونعبي ونوزع بالشكل ده كده اهو. وادي التالت، وهعبي بقى العيش واجيلكم. ورجعنا بعد ما عبينا العيش باللحمه اهو، عصناه من على الوش كده سمنه، ومن تحت سمنه، من فوق ومن تحت سمنه كده، حته سمنه كده عشان يبقى طعم جميل اهو. الجماعه اللي لسه مبتدئين، موضوع سهل جدا جدا، سهل وبسيط، وهنعمله مع بعض في قلب الفرن، وهنعمله برضو مع بعض على الطاسه على النار. في شيء بيحب كده وشيء بيحب كده، والاتنين يا جماعه احسن من بعض، والاتنين احسن من بعض، وهنشوف دلوقتي اهو. عوزته معاكم من الظهر ومن الوش، الرغيف عوزناه اهو. وطبعا ده برضو عشان هنحطهم على النار في طاسه على النار، ومعانا طاسه على النار وحاطين فيها معلقه سمنه صغيره خالص. هنا بقى الطاسه على النار زي ما اتفقنا، هنعمل في الفرن وهنعمل في على الطاسه. حطينا الطاسه على النار اهي، وفيها معلقه سمنه بسيطه. وهنا هنرجع موزاريلا في قلب الرغيف. طب ليه يا فاطمه ما حطيتهوش ياخد نص سوا ونرجع تاني؟ لا كده عشان يستوي مع بعضه اهو. ادي اول رغيف معانا، هنحطه مع بعض على الطاسه اهو، ونهدي عليه النار، ونهدي عليه النار ونسيبه نغطيه مثلا باي غطا، اي غطا، ونسيبه عشان اللي بيحبه بالجبنه الموزاريلا بتخليها تشد كده، وجميله يا جماعه، جميله وتحفه. وبالهنا والشفا على قلب اللي هياكل. اهو يا جماعه احلى حواوشي مع بطوط اهو. وده برضو كذلك هنحط في كله، هعبيهم بقى كلهم كده جبنه واجيلكم. هنا بقى يا جماعه هنودي اللي هيستوي في الفرن اهو مع بعض اهو. تعالوا يلا على الفرن. يعني تيجي بقى نبص على اللي في الطاسه، نبص عليه كده، لازم نضغط كده علشان العيش يمسك في اللحم اهو. الله الله على الريحه، الله الله. اهدي النار زي ما احنا متفقين. يلا يا جماعه نشوف بقى عمل ايه اهو. لسه شويه حلو كده عشان العيال عندي بيحبوه طري. احط غيره اهو برضو على النار للي بيحب في الطاسه اهو، ونغطي عليه اهو يا جماعه، ونسيبه على نار هاديه. تعالى هنا بقى الرغيف اللي طلع ده بقى عشان يفضل سخن ونحافظ عليه يفضل طري ويفضل سخن،
هنغطيه بورق فويل، ورق فويل او ورق زبده كده يا جماعه عشان يفضل طري على ما غيره ما يطلع. ونيجي هنا نشوف الرغيف اللي حطيناه على النار ايه اللي حصل فيه اهو. زي ما اتفقنا للجماعه اللي بيحبوا ياكلوه على الطاسه يسووه على الطاسه اهو. الله الله. يلا يا جماعه نرجع، تعالوا نشوفوا الايه الرغيف اللي احنا لفناه في ورق فويل ده. الجبنه اللي جوه عامله ازاي؟ جميله. الله الله الله. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي ياكل، بالهنا والشفا. جميل جدا جدا. عايزين اهو ناخد بصه على في الفرن اهو. واو واو اهو. جميل جدا جدا اهو. انا من المعشقين اللي بيحبوا الفرن، الحواوشي في الفرن اهو بياخد حقه وجميل. انما الطاسه بحس ان الطاسه كده ايه مش بتديله حقه. جميل. اي نعم الطاسه سريعه بس مش بحسها بتديله حقه اهو. ده لسه شويه اهو. جميل يا جماعه، جميل جميل. وهنسيبهم شويه. نطلع اخر رغيف بقى في الطاسه اهو. ما شاء الله ما شاء الله اهو. جميل بالهنا والشفا. تعالوا نحطه على اخوه اهو علشان يفضل سخن وكمان يطريه، عشان عندي هنا بيحبوا ياكلوه طري اهو. اهو يا جماعه اللي ايه كنت بسويه في الفرن اهو طلع تحفه اهو وجميل اهو. انا من عشاق اللي بيحبوه بصراحه في الفرن اهو. وده اللي احنا عملناه مع بعض على الطاسه اهو. عملناه مع بعض على الطاسه اهو. عملنا عشان اللي بيحب ياكله على الطاسه واللي بيحب ياكله في الفرن اهو يا جماعه اهو. اهو يا جماعه هنعمل فيه ايه بقى؟ هنمسك كده كل رغيف كده ونقوم ايه لافينه بورق فويل كده عشان يفضل سخن اهو. اهو كل رغيف هناخده ونلفه كده اهو. اهو وكده يا جماعه عملنا الحواوشي وبالهنا والشفا اهو. عملنا احلى حواوشي اهو يا جماعه. نشيل الطاسه دي طبعا، انت هتشيل اللقطه دي ماشي اهو. وده من جوه اهو. شوف من جوه عامل ازاي. الله الله يا جده اهو. من جوه العيش تحفه، الرغيف تحفه، بالجبنه تحفه 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 اهو. بالهنا والشفا على قلب اللي ياكل. ومعانا طبعا طبق المخلل الله الله. طعمه جميل والله يا جماعه، طعمه جميل. وبالهنا والشفا. وما تنسوش تحطوا لنا اللايك وتعملوا لنا اشتراك في القناه. باي باي.